بقى الوادي قبلة للثقافة والفن والإبداع، حيث كانت الوادي ولا زالت تزدخر بعدة تظاهرات عالمية وطنية وكذا محلية جعلتها تتميز عن غيرها من المدن، وقد اكتسبت عددا من المعارف والمهارات، وأتاحت الفرصة لشباب الهاوي أن يستنفر قدراته الكامنة وتطوير المهارات من خلال الأنشطة المرئية والمسموعة. وتحقيقا لهذه التنمية الإبداعية وخاصة في الجانب المسرحي منها، جمعية عشاق الخشبة للفنون المسرحية التي تأسست 23 سبتمبر لسنة 2006 على يد ثلة من الشباب المسرحي الذين ارتأوا في هذا الفن طريقة لإرسال السلام والوئام. ولإرساء ثقافة المسرح في وادي سوف وجعلها بامتياز منارة مسرحية، فقد قررت سنة 2013 تنظيم الأيام المغربية للمسرح الأول بمشاركة بعض دول المغرب العربي وهم الجزائر، تونس، المغرب وليبيا، بمجهودات متواضعة جدا وذاتية في أغلبها. ورغم كل شيء كان عرسا فنيا ناجحا وتجربة رائدة بتنوع العروض المشاركة التي شكلت لوحة فنية متكاملة من جميع المذاهب والمدارس وكذا التجارب المسرحية على رقح وادي سوف بدار الثقافة محمد الأمين العمودي. بالنسبة للمسرح هناك طبعا حركة في المسرح الكوميدي والمسرح الدرامي. طبعا الحركة هذه ضئيلة جدا، ولكن ربما ترجع إلى قلة إمكانيات هذه الحركات، ولكن هذه طبعا أنواع من المسرح تلقى رواج كبير في ولاية الواد. جعلتم مني قربانا لآلهة هذه الخشبة، أرجوكم لا تصفقوا فأنا لست أوفيليا. أبيض كبير واللي شبحه وينعلى وطار ما يشوف كان الخير. هذاك شور المدينة أني شفته في صغري مرة، كنت سارح بجديان مع غزالة بنت شيران، ولكن خسارة صغر وقلة عرف، ذكر أني تبعت لبلاد الخير. مهرجان المسرح المغاربي هو فرصة لكي نلتقي بتجارب أخرى، ويعني يلتقوا هم أصلا بتجربتنا فتتلاقح التجارب من أجل مسرح مغاربي عربي جيد. ويعني مشكورين على حسن الضيافة، والجزائر كعادتها يعني هي الأم الحاضنة لكل الشعوب المغاربية. لتهل سنة 2014 فأبت الجمعية توسيع دار المشاركة لتكون الأيام المغاربية للمسرح بمشاركة عربية هذه المرة لتلاقح وتشارك تجارب وخبرات المغرب والمشرق. فكانت الدول الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، العراق والسعودية، وقد شكلت مرة أخرى توليفة فنية ذات جمال وبعد عربي. كان كل من راودنا على حين حب وشغف بالمسرح، يعني المنظمة عرسا فنيا مغاربيا ذات فبراير من سنة 2013، ولأن كل كان أجمل من أن نستيقظ منه فكبر فينا إلى أن وصل بنا إلى الطبعة الثانية للأيام المغاربية للمسرح. كانت الأجواء حلوة، أجواء عربية، وفود عربية التقيت فيها، والتقيت بأخواننا الجزائريين، ناس يعني في الكرم، في الأخلاق، في الطيبة، في التعامل. مبسوط جدا الحمد لله. لا يهم من التحكيم ولا تهمني الجوائز ولا غيره، أنا جيت من أجل جمهور الوادي.
أتمنى أن أكون زي ما تقول ألتصق في ذاكرتهم. وها نحن في فبراير سنة 2015 ومع الأيام المغاربية للمسرح التي نتمنى أن تتميز بالنجاح، مشكلة هذه المرة من 12 دولة عربية، ليلتقي هذه المرة المسرح المغاربي بالمسرح الشرقي لأجل مسرح عربي أصيل ومتجدد.